لما كنت بتعلم الكتابة السريعة وصلت لمستوى معين حوالي 60 أو 70 كلمة في الدقيقة. ده مش مستوى سيء، بس فضلت بعدها أتمرن كتير تقريبا كل يوم من غير ما مستواي يتطور خالص. وكنت بدخل كل يوم على موقع اسمه تيم فاست فينجرز واتمرن عليه شوية، بس مستواي ما كانش بيتغير خالص وفضلت ثابت على السرعة اللي أنا عليها. ده خلاني أسأل سؤال: هو إزاي إحنا أصلا بنتعلم مهارات؟ وليه في ناس بتوصل لمستوى معين وتثبت عليه وناس تانية بتوصل لمستويات أعلى بكتير؟ يعني مثلا في الكتابة السريعة في مسابقات بتعمل على الموضوع ده، في سرعة ناس بتعدي ال 200 كلمة في الدقيقة. فالسؤال الرئيسي اللي هنحاول نجاوب عليه النهارده هو ازاي اصلا المهارات بتتطور، خاصة ان انا عندي تجارب كتير ان انا بوصل لمستوى معين وبثبت على المستوى ده مش بزيد فيه. وكانت الاجابه في الكتاب اللي هنتكلم عنه النهارده وهو بيك او القمه، واللي بيتكلم في الموضوع ده. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. كان في دراسه معموله على مجموعه من الناس اللي بيلعبوا الشطرنج، وكانوا بيشوفوا هل الاي كيو او نسبه الذكاء عندهم بتفرق في لعب الشطرنج. فلقوا ان الاي كيو او نسبه الذكاء بتسهل في الاول تعلم اساسيات الشطرنج، لكن في المستويات اللي بعد كده نسبه الذكاء ما كانش لها اي دخل بمدى مهاره اللاعب ده. فالذكاء اقصى حاجه يعملها في تعلم اي مهاره انه بيسهل على الشخص تعليم الاساسيات بس، لكن في المستويات اللي بعد كده الذكاء مش بيفرق خالص. يعني انا لو كنت ذكي شويه كنت هوصل لنفس المستوى اللي وصلت له في الكتابه السريعه بس بمجهود اقل شويه، لكن ده ما كانش هيساعدني في ان ازود سرعه كتابتي في المرحله دي. طب ما بدل ما احنا عمالين نخمن ايه اللي بيخلي الشخص عنده مهاره كبيره، طب ما نروح نساله. شيء بديهي ومنطقي. المشكله لو دخلت تشوف انترفيوز لناس مشهوره بيتكلموا ازاي وصلوا للمرحله دي، غالبا بتلاقي اجابات محبطه وبيبقى كلام كله عام، ما فيهوش حاجه تقدر تاخدها وتعملها فعلا وبعد كده توصل لنفس المستوى اللي هم فيه. حتى مثلا ستيف جوبز كان ليه كلمه مشهوره كان بيقولها في حفله التخرج. الكلمه دي ساعتها اتشهرت قوي، بس في الكلمه دي ستيف جوبز قال نصيحه واللي اتضح بعد كده ان هي نصيحه سيئه جدا، وهي لما قال اتبع شغفك. وكان اتكلم على الموضوع ده كان نيوبورت في كتابه سو جود كانت اجنورينج. السبب ان الناس اللي وصلوا لمستوى معين في المهاره مش بيدوا نصايح مفيده فعلا، ان في كتير منهم مش بيبقى عارف ايه السبب اللي خلى عنده المهاره دي بالظبط. وعلشان كده مش شرط نصيحه الشخص الناجح تبقى مفيده، ممكن يبقى شخص ناجح ويقول نصيحه سيئه زي ما قلنا على ستيف جوبز كده. مشكله الكلام بتاع ان الشخص علشان يوصل لمستوى معين في مهاره معينه محتاج يكون عنده ذكاء كبير او يكون اتولد كده او الكلام ده كله مش في الكلام نفسه بس مجرد اعتقاده، او اللي اسمه سيلف فولفيلنج بروفيسي او النبوءه ذاتيه التحقق. وده معناه ان الشخص بيعمل الحاجه مش علشان اي حاجه غير ان هو مصدق في نفسه كده. الشخص الاذكى بيبقى متوقع منه انه يبقى عنده مهاره استثنائيه، فهو بيكون المهاره دي علشان هو متوقع منه كده مش علشان ذكائه ده هو اللي وصله للمرحله دي. وبرضه الشخص الاقل ذكاء بيبقاش متوقع منه انه يكون المهاره دي، فمش بيكونها علشان هو مش متوقع منه كده. قلنا ان الذكاء مش هو المسؤول عن تكون المهاره. برضه لما شفنا نصايح الناس اللي عندهم المهاره دي ما استفدناش منهم قوي. طب ايه الاجابه؟ هل الدكاتره اللي بتمارس الطب بقى لها 20 سنه شرط يبقوا احسن من الدكاتره اللي بقى لهم 5 او 10 سنين بيمارسوا الطب؟ في دراسات كتير اتعملت على الموضوع ده موجوده في الكتاب. الدراسات دي بتقيس تاثير الخبره على مهاره الشخص، ولو ان الدكاتره اللي بتمارس الطب بقى لهم 20 سنه كان مهارتهم في اوقات كتير بتساوي مهاره الشخص اللي بيمارس الطب بقى له 5 او 10 سنين، وفي اوقات كمان كان الموضوع بيبقى اقل. الفعل نفسه او الممارسه نفسها مش بتفرق في مهاره الشخص، نوع الفعل او الممارسه هو اللي بيفرق. كمان الدكاتره الاقل خبره كان عندهم معلومات احدث عن الطب، ده خلاهم في اوقات اشطر من الدكاتره اللي عندهم خبره اكتر. لو الشخص اتعلم مهاره معينه وبقى يعملها كل يوم مش هتفرق في مستواه حتى لو قعد كتير يعملها. زي مثلا واحد اتعلم سواقه عربيه بيوصل لمستوى معين في السواقه بعد كده مستواه بيفضل ثابت. وزي ما كنت بتعلم الكتابه السريعه كنت بمارس الكتابه السريعه كتير بس مستواي ما كانش بيتطور، وده بسبب نوع الممارسه نفسها مش الكميه بتاعتها. النوع ده من التدريب الكاتب بيسميه اليوجوال براكتس او التدريب الاعتيادي او الطريقه اللي احنا متعودين نتدرب بيها. وده زي مثلا لما تيجي تتعلم سواقه عربيه في الاول بتعرف الاساسيات والقواعد العامه، بعد كده بتوصل لمستوى معين مقبول في السواقه، بعد كده لما بتوصل للمستوى ده الموضوع بيبقى اوتوميتد او بتعمله من غير ما تفكر. ده تقريبا المسار اللي بنمشي بيه في اي مهاره بنتعلمها، علشان كده مسميه اليوجوال براكتس او التدريب المعتاد. وعلشان كده قاعده زي ال 10000 ساعه الكاتب بيعرض القاعده دي بتقول ان علشان الشخص يوصل لمستوى عالي في مهاره معينه محتاج يتدرب عليها 10000 ساعه. مشكله الكلام ده ان ال 10000 ساعه دول ما تحددش فيهم نوع التدريب اللي هيوصل الشخص للمهاره دي. يعني ممكن الشخص ده يمارس المهاره دي لمده 10000 ساعه بس ما يوصلش بيهم لحاجه زي ما قلنا في مثال الدكاتره. كمان ال 10000 ساعه حاجه متغيره من مجال للتاني، ممكن يزيدوا وممكن يقلوا على حسب المجال، وده ينقلنا النوع التدريبي التاني اللي اتذكر في الكتاب وده اللي بيطور المهارات فعلا. في دراسه مكتوبه في الكتاب عن مدى علاقه الخبره بالمهاره، بس المره دي كانت على الجراحين. كانت الدراسه بتقيس نسبه نجاح جراحه معينه، واللي كانت درجه نجاح الجراحه دي بيعتمد بشكل رئيسي على مهاره الجراح اللي بيعملها. لما كان الجراح اللي عنده خبره اكتر بيعمل العمليه دي كانت نسبه نجاحها اكتر، وده عكس الكلام اللي احنا قلناه في الاول. كنا قلنا في الاول ان الخبره في ممارسه الطب ما كانتش بتفرق في مدى مهاره الشخص ده، فاشمعنى كان الموضوع مختلف في الجراحه؟ السبب كان في طبيعه ممارسه المهاره دي نفسها واللي اسمه الديليبريت براكتس او التدريب المتعمد. التدريب المتعمد ليه شويه شروط، لو عملت الشروط دي المهاره بتاعتك هتتطور فعلا، والشروط دي كانت موجوده في مهنه زي الجراحه. هقولهم لو هطبقهم على مثال الكتابه السريعه. اول حاجه هخلي جلسه التدريب دي الصبح بدري في وقت انا بكون مركز فيه، وهخلي جلسه التدريب دي صغيره بس التركيز فيها عالي، وده اول شرط معانا فول اتنشن او التركيز. تاني حاجه هحدد هدف احققه في خلال الشهر وليكن 110 كلمه في الدقيقه، واقسم الهدف ده على الاسابيع بتاعه الشهر بحيث كل اسبوع ازود 10 كلمات في الدقيقه، ودي تاني حاجه معانا تحديد هدف واضح وتقسيم الهدف ده. تالت حاجه هكتب في موقع بيجيب ارقام في الكتابه السريعه، وده لان الارقام من الحاجات اللي بتعطلني في الكتابه واكتر حاجه انا ضعيف فيها. وده كان تالت شرط معانا ان يكون حاجه بره منطقه الراحه او الكومفورت زون، يعني ما تروحش تتمرن على حاجه انت بتعرف تعملها اصلا. رابع حاجه هستخدم تكنيك كنت قريته في الكتاب عن موضوع الكتابه السريعه، هو ان نظبط تايمر من ربع
تلت ساعه واكتب فيه باقصى سرعه عندي، واشوف ايه كومبينيشنز الحروف او ايه الحروف اللي لما اكتبها ورا بعض بغلط فيها. بعد كده اجمع كلمات فيها الحروف اللي انا بغلط فيها واتدرب عليهم كتير. وده رابع شرط معانا، ان يكون بتستخدم تكنيك معروف ان هو بيزود المهاره دي. وبعد ما بخلص تمرين الموقع بيجيب لي السرعه اللي انا كنت بكتب بيها وايه نسبه الخطا عندي. وده شرط كمان معانا هو الفيدباك، او انا بعرف انا عملت كده كويس ولا وحش. اخر حاجه من الشروط هي تكوين منتال ريبريزنتيشن او تصورات ذهنيه. المنتال ريبريزنتيشن او التصورات الذهنيه من الحاجات المهمه اللي الكتاب ركز عليها. زي مثلا اللي كان بيحفظ ارقام كان بيتخيل شجره كل فرع فيها بيعبر عن مجموعه ارقام معينه. يعني المنتال ريبريزنتيشن او التصورات الذهنيه ان الواحد يبقى متخيل هيعمل الحاجه دي ازاي، وايه الاخطاء اللي ممكن تحصل وهو بيعمل الحاجه دي، وازاي يتجنب الاخطاء دي، ويعمل ايه لو حصلت. التصورات الذهنيه دي بتتكون كل ما الشخص يتمرن اكتر. ومن اهم الحاجات اللي الشخص محتاجها علشان يتمرن هو انه يكون بيعرف يركز. فلو مش بتعرف تركز شوف الفيديو ده. وبس كده، سلام عليكم.